السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هيكون فيديو جديد وريفيو جديد. طبعا قبل ما ابدأ الريفيو، قبل ما ابدأ اي حاجة، انا بشكر جدا صاحبة الصفحة بتاعت مخطوطة، رحمة. بشكرك جدا يا رحمة، وربنا ان شاء الله يجعلها فتحة خير عليكي. اللي ما يعرفش انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم عن البيج دي بيج مخطوطة. تمام اهي كده باينة. دي بيج مخطوطة ودوت البلانر اللي اتبعتلي. تمام، واحد من دول هنفتحه مع بعض دلوقتي ونشوفه. طبعا البيج من فوق شكلها كده، عشان اللي حابب انه يتعرف عليها تلاقوا لينك البيج تحت في الديسكريبشن بوكس، وهتلاقوا كل الحاجات اللي انتوا وكل المعلومات اللي انتوا عايزين تعرفوها. دلوقتي انا هنبدأ مع بعض الريفيو، هنبدأ مع بعض ونفتح الباكج. انا هوريكم. انا رحت استلمته الحقيقة لان هو كان جاي في مكان غلط، يعني حصل كده مشكلة. فهو ده يا بنات. تمام، هو ده كده. تعالوا بقى نفتحه مع بعض ونشوف هو جوه ايه. هنفتح مع بعض يا بنات كده الباكج بتاعنا. دوت جايلي عن طريق البريد. الحقيقه انا عايزه اقول لكم ان الحاجه بتوصل يا بنات بسرعه، ما بتاخدش وقت، يعني هي بتاخد مسافه من 5 ايام ل7 ايام بس، ما بتكترش عن كده لما الحاجه بتوصل عن طريق البريد. طبعا هو دي الخيار الوحيد قدام صفحه مخطوطه، لاني ما هي يعني في محافظه غير محافظه القاهره، فبتبعت عن البريد اسهل حاجه بالنسبه لها. تمام كده. فانا عايزه اقول لكم ان التوصيل حلو جدا. عايزه اقول لكم ان شاء الله الماتيريال هتعجبكم جدا، وان هي هتفيدكم جدا في حاجات كتير. انا لسه ما فتحتهاش وهفتحها ان شاء الله معاكم. انا كده فتحتها، بسم الله. هبدا. اول حاجه هي بتيجي رسمه الورق دي، تبقى عليها مخطوطه بالشكل دوت. طبعا هي عشان بس اهو. دي اول حاجه. تاني حاجه ده البلانر اللي هو الشكل دوت، هوريهولكوا. ثواني. هو ده منظم البيت، منظم الطبخ. انا بشكرها جدا ان هي لحقت تعملهولي. عايزه اقول لكم ان هو الطلب، يعني انا طلبته منها كمان ان هي عشان اعمل الريفيو عنه في وقت صراحه ما كانش يعني مخليها قادره تعمله، بس هي بصراحه قدرت تعمله. فدي حاجه حلوه جدا في الباكج وفي البيج اساسا، ان هم مهتمين بالعملاء ومهتمين ان هم يخلصوا الحاجه بسرعه. تمام، ده كده شكل البلانر. تمام اهو. ده كده هنشوفه ونفتحه مع بعض. في محتويات تانية اهي. وكده خلاص الباكج فضي. هنشوف بقى مع بعض حاجة حاجة. طبعا انا عايزه اوريكم ان الكفر دوت ده A5. تمام. انا اخترت اللون دوت. هو المفروض ان دوت الهافان. تمام. منظم اهو، محفور عليه منظم مخطوطه. ده شكله الكواليتي بتاعه حلو جدا. ده شكله كده من جوه. عايزه اوريكم اكتر اهو. الحلقات بتاعته كبيره جدا، يعني هي كبيره ان هي تشيل حجم. عايزه اوريكم قد ايه، يعني هي بسم الله ما شاء الله كبيره. وهنا كمان في جيبين. الهارد كفر بتاعها كويس جدا. تمام. الماتيريال حلوه. الجلد ده هو جلد يعني، فدي حاجه حلوه جدا، وكمان ممكن تعيش معاكي في كذا سنه، وهي تتقفل بالشكل دوت بالكليبسه دي. تمام. ده شكله ده A5، وزي ما قلت لكم محفور عليه مخطوطه. هنفتح مع بعض الباكج بتاعت الورق. تمام. المفروض ان دي الباكج هم هنا قاصين الورق وعاملينه على اساس البلانر دوت، يعني هو جاي متخرم. تمام. جاي متخرم. اول حاجه الغلاف بتاع مخطوطه. تمام. المفروض ان هو ده هارد كفر، ورق مقوى. تمام اهو. ده شكله. بعد كده هنا الصفحه التعريفيه اللي هي الاكونت بقى، كل الاكونتات بتاعتك ممكن تكتبي فيها. وهنا كده الاهداف الايمانيه والاهداف الذاتيه. تمام. وهنا كده الاهداف العلاقات، وهنا الاهداف العمليه، وهنا اهداف النفع والمجتمع. حلو جدا ان هي مهتميه كمان باللي جوه، مهتميه بالتفاصيل.
هنا هدف قوي، يعني هنا مدياكي الورقة وش وظهر ان انت تقدري تكتبي الهدف بتاعك والدافع عن الهدف ده ايه، وكمان الخطة. تمام. هي هنا عاملالك ورقتين وش وظهر، يعتبر 4 يعني، على اساس ان هم يبقوا 4 اهداف مخططة لهم بطريقة صح. هنا كده الشهور كلها. تمام. وهنا كده الروتين، صفحة الروتين، عامله لك هنا روتين يومي، روتين يوم، وهنا روتين يومي، اسبوعي، شهري، موسمي، سنوي. فدي برضو حاجة كويسة. طبعا كل دوت انا ان شاء الله يعني هعرفكم عليه بالتفاصيل اكتر. هنا كده الميزانية. تمام. والمصروفات بقى، يعني هنا عامله لك الميزانية بكل حاجة فيها. وهنا كده عامله لك الاهداف خاصه بالمشتريات. انتي بتبقى عندك اهداف ان انتي عايزه تشتري المشتري دوت عشان حاجه خاصه ليكي، فدوت عشان كده. بعد كده السمعيات. تمام. هنا قراءاتي هذا العام، هنا كاتبالك 24 خانه بحيث ان انتي تكتبي الكتب تكتبي يعني اسامي الكتب اللي انتي عاوزاها. مهتميه جدا جدا بالجانب الديني، فدي حاجه حلوه عوضتني عن المفكره بتاعت انا مشروع، لان انا معرفتش اجيبها. تمام. صلة الرحم حلو جدا برضو. تفاصيل كتيرة اوي يا بنات، انا مش عايزة اوريها لكم كلها مرة واحدة عشان نكمل مع بعض المرة الجاية. يعني دي كده تفاصيل الورق. عايزة اقول لكم ان خامة الورق حلوة جدا يعني. بسم الله ما شاء الله، هي عرفت فعلا تهتم بالتفاصيل ديت، فدي حاجة كويسة قوي. نشوف بقى الحاجات اللي بعد كده، وان شاء الله الريفيو المفصل عنها هتلاقوه في القناة ان شاء الله، هنزله على طول يعني، مش هتأخر فيه. دوت الورق التاني اللي انا مش عارفة ومعاه هدايا، بس انا مش عارفة بيتكلم عن ايه، فهنطلعه مع بعض برضو واحدة واحدة كده. تمام. هو هنا هي بعتالي 4 دبابيس بالشكل دوت، اللي هي دبابيس المكتب، او دبابيس، سوري، دبابيس الورق بالشكل دوت. تمام. وبعتالي الفاصل دوت. تمام. ده فاصل كده احنا بنحطه عشان يبقى نازل من البلانر. ودي قوائم يا بنات، دي قوائم، بس هي مش كاتباها، سايبها لي فاضيه بحيث ان انا ممكن اكتب فيها اي حاجه انا عايزاها. تمام. بعد كده دوت ايه، او هو ده بالظبط كده دوت اللي مفيش حد خالص عمله قبل كده خالص يعني. المفروض ان دوت عامل كده زي كورس تنظيم الوقت. ده كورس تنظيم الوقت، فدي حاجة حلوة وشيك جدا، وخامته الورق برضو تحفة. وزي ما انتم شايفين كده الكلام ظاهر، وكمان هي عاملة لي كده فيونكة، فشكله لطيف جدا. فدي حاجة تانية، ده الكورس بتاع تنظيم الوقت. تمام. الستيكرز بقى، نخش في الستيكرز وجمال الستيكرز. بعتلي الستيكرز دوت. تمام. دي كده ستيكرز بس معمول بورق حراري. تمام. زي ما انتم شايفين كده بورق حراري. في ستيكر تاني، ده الشكل التاني بتاعه، وده الشكل التالت، وده الشكل الرابع، وده الشكل الخامس. تمام. بصوا ده في ورق تاني كله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تمام. انا بصراحه مش عارفه هو عن ايه، بس يعني اول ما اعرف اكيد هقول لكم في الريفيو المفصل عنه. دي كده اول بلانر واول باكج احنا فتحناها. في الباكج التاني هنروح نفتحها دلوقتي مع بعض. دي تاني حاجة معانا، او تعتبر تالت حاجة يعني، بس دي تالت. نفتحها كده مع بعض. تمام. دي بقى البلانر بتاعة المطبخ، وبتاعة إدارة المطبخ وإدارة البيت والحاجات دي كلها. وده كده شكلها. طبعا هي معمولة مخطوطة من هنا. الغلاف بتاعها حلو قوي. احلى حاجة ان هي سلك، وبعدين على فكرة السلك دوت بيتفتح معلش فصل. دوت البلانر التاني زي ما قلت لكم. ده شكله حلو جدا. المطبخ بقى ورسومات عليه بصراحه تهبل يعني، ورسومات كمان زاهيه، فدي حاجه حلوه جدا اول ما بنفتحه. بس هو حجمه يعني كبير ما شاء الله. اول ما بنفتحه المفروض ان احنا بنفتحه من الناحيه دي مش من الناحيه دي. هنا كده اكلات الاسبوع، ان انا بعمل اكلات الاسبوع، وسايبه طبعا اكيد 52 اسبوع
يعني ب52 ورقة على ما اعتقد، ان هي سايبة كل فطار وغدا وعشاء بكل يوم. تمام، ورق كتير جدا في الاول زي ما انتوا شايفين، هي سايباهم كتير قوي بحيث انت تكتبي براحتك. تمام، الغدا والفطار والعشاء والسنيكس والحاجات دي بالشكل دوت. بعد كده الورق اللي بعد كده الاكله بالمقارنات بالطريقه بالمصدر بالتقييم. يعني انت لو حابه اكله، او الناس اللي بتنسى تعمل الاكلات اساسا، بتنسى هي عملت اكل ايه او المفروض تعمل وصفه ازاي، ممكن تكتب كل حاجه هنا. تمام، وبعد ما تخلص الوصفه بقى ممكن تدي التقييم بتاعها هنا، بحيث ان هي لما تحب تجربها تاني ولا لا. فدي حاجه حلوه جدا برضو. وبرضو سايبه الكميه مش بسيطه، يعني كميه كبيره جدا، تقريبا يعني زي الكمية بتاعت الفطار والغدا والعشاء في الاسبوعي. تمام، كتير قوي قوي يعني، كتير جدا، اكلات كتير جدا، على اساس ان احنا مصريين وبنحب اكل كتير. تمام، ايه تاني؟ كتير قوي بقى في رمضان بقى طبعا، والعيد والعزومات والحاجات دي كلها، بنبقى كل واحد فينا بيبقى عنده تقسيمات خاصة للموضوع ده. اساسيات ونصائح للاكل، هنا سايباك طبعا ان هو بيكتبلك، سايبالك هنا ان انت بتكتبي نصايح وحاجات للاكل لو انت حابه ما تنسيهاش. تمام، بعد كده روتين تنظيف بقى اليومي، روتين التنظيف الاسبوعي، روتين التنظيف الشهري. انت ممكن تستخدمي دي يعني تحطي عليها ستيك نوت. تمام، عشان خاطر هي ورقه واحده بس، فانت ممكن تحطي ستيك نوت عشان تقدري تغيري بيها براحتك. هنا الروتينات الاستعداديه، الروتين الاستعداد يعني للتنظيف الموسمي سواء الشتاء او الصيف. وهنا نصائح التنظيف، وسايبالك هنا ورقه فاضيه خالص، وهنا كاتبالك المفضلات من المنظفات. يعني انتي، وهنا طبعا رسمه كيوت قوي، انتي لو حابه تكتبي منظفات او اسامي منظفات انتي بتستخدميها برضو. روتين استقبال الضيوف برضو بيبقى ليها حاجه خاصه جدا، وبرضو سايبالك رسمه كده تحت بسيطه قوي وحلوه قوي، شكلها كيوت والوانها زاهيه. التفريزات الموسميه. طيب، اوكي. استعدادات شهر رمضان، بس كان المفروض تسيب اكتر من كده، يعني من صفح استعداد شهر رمضان دي بيبقى الموضوع شويه كبير. اللي بتستعد تجهز تفريزاتها، اللي بتستعد تجهز اكلاتها، واللي بتنزل تشتري حاجات والحاجات دي كلها، كانت انا حابه ان هي كانت تبقى صفحه واحده. فده يعني مش حلوه فيها. تمام، قوائم بقى، قوائم قوائم قوائم، قوائم المشتريات كتير قوي قوي قوي، قوائم المشتريات كتيرة قوي فعلا. كل دي قوائم مشتريات. تمام، على اساس ان انتي كل اسبوع ليه مشترياته، كل يوم ممكن ليه مشترياته، فهي سايبه كميه كبيره. بصراحه مش عارفه الكميه قد ايه، بس هي سايبه كميه كبيره. الستيكرز بقى بتاعت البلانر، هي ستيكرز واحده شكل واحد، انتي ممكن تقصقصيها. تمام، هي جايبه منه 4 شيت ستيكرز، والاربعه بنفس الشكل. تمام، حلوه ومش حلوه في نفس الوقت، عشان خاطر يعني هي حلوه ان هي الستيكرز مكرره، بحيث ان انا ممكن احط كذا شكل في كذا مكان. لكن مش حلو. اللي عجبني ان هم كلهم زي بعض، كنت حابه ان هو يبقى اشكال تانية من كده، ويبقى اشكال مختلفة، مش كله يبقى شكل واحد. بس المجهود باين جدا في البلانر، سواء بلانر المطبخ او سواء البلانر العادي. بشكرك جدا يا رحمة، وان شاء الله ريفيو موفق، وان شاء الله باذن الله لما تتعاونوا معاها. عايز اقول لكم ان هي بنوتة فعلا يعني صبورة جدا وخدومة، وهتقدر ان هي توفر لكم الحاجة اللي انتوا حابينها. في متوفر من البلانر دوت الوان تانية، هوريكم الالوان. هما لونين، 3 الوان بس، اللون دوت. تمام، ده اللون اللي انا اخدته، ودوت اللون الازرق، ودوت اللون الفوشيا او الاحمر يعني على ما اعتقد. فده ال3 الوان بس المتوفرين منه. اما بلانر المطبخ فهو واحد بس، وهو الشكل ده بس، مفيش غيره. تمام، ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش تروحوا لصفحه رحمه، تلاقوها تحت في صفحه محطوطه طبعا، والبنت اسمها رحمه، هتلاقوها تحت في الديسكريبشن بوكس. وان شاء الله باذن الله تكون سنه سعيده عليكم. سلام عليكم.